السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. لازم طبعا اكلة فسيخ كده قبل رمضان. معايا بقى السمك اهو، جايباه بوري. طبعا هو ده مش طبار، ده بوري. جايباه زي ما هو كده، ما غسلتوش. هحطه في الكيسة زي ما هو، ما غسلتوش. في الشتاء هسيبه لمدة يومين كده، لفاه في كيسة وحطاه في علبة لمدة يومين. في الصيف هتسيبيه 24 ساعة بس، من الصبح بالليل. تمام كده. هسيبه زي ما هو، مش هغسله. بعد كده هقول لكم الخطوه التانية. بعد ما سبته يومين هطلعه بقى اهو. لازم هتلاقيه ينزل كده دم احمر. لازم ينزل الدم الاحمر كده، يبقى خلاص هو جاهز للتحديق. شايفين نزل دمه احمر اهو، زي ما هو. انا ما غسلتهوش، زي ما جبته كده من المحل، حطيته في الكيسه زي ما هو لمده يومين، لان احنا في الشتاء، لحد ما نزل الدم الاحمر بتاعه. بعد اليومين بقى هجيب السمكه وهغسلها اهو بالابهام كده، واطلع لبره حاجات زي نطلع نشيل اللي هي الحاجات زفلاطه كده اهو بالابهام كده. وهبدا اطلع كده لبره، اطلعها وانضف السمكه كويس. وهوريكم بقى الحركه اللي انت لازم تعمليها علشان الفسيخه كده تبقى مزبده معاكي. تمام كده. يبقى هتجيبيه من المحل، هتحطيه في الكيسه زي ما هو، وتلفيه بس كويس وفي علبه كويسه كده، وتسيبيه لمده يومين في الشتاء. في الصيف لمده 24 ساعه بس، هتلاقيه نزل الدم الاحمر بتاعه. وبعد كده همسك بقى السمكه على سيفها كده، ويعني افضل اضغط عليها كده. انا بفصل السلسله عن اللحم، عشان لما بتيجي تفتحي الفسيخه بتلاقيها كده ايه، لحمها مفصول عن السلسله كده ومزبده. تمام. فلازم تعملي الحركه دي. في مقطع كمان هسيبه لكم تسمعوا طرقعه السمكه وانا بعملها. يعني انا كده هنا بضغط قوي، مش بضغط بالراحه كده. السلسله تحسي ان السمكه بقى معاكي طرت خالص بعد ما غسلتيها. خلاص تمسكيها على صفه كده. شايفين السمكه هنا بتصوت؟ تمسكيها كده وتفضلي تضغطي، تفصلي السلسله عن اللحم بتاع الفسيخه، تبقى السمكه معاكي طريه كده. وطبعا البوري بيبقى احسن من الطبار بكتير في التخليل للسمك. تمام كده. هو خلاص دلوقتي بقى جاهز للتخليل. اهم حاجه تطلي السمكه كده وتغسليها كويس. خلاص هنا خلاص كنت عملتها اهو. شايفين السمكه معايا بقت طريه اصلا في ايدي، شكلها طريه في ايدي. سيبك بقى من اللي يقولك نشفي البوري بمناديل وسيبيه لحد ما يشضط كده. لا 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 لا، امشي على الطريقه دي، مضمونه ومجربه والله. دي خبره سنين بقى من نبرو. اسمعوا كلامي وجربوا الفسيخه الطريقه دي اهو. زي تمسكيها على سيفها كده، وتفضلي تضغطي عليها، تفصلي اللحم عن السلسله، وتغسلي بقى. تمسكي كده بالابهام، تطلعي الزفلطه واللي جوه السمكه، وبتغسلي ظهر السمكه كويس قوي. وبعد كده تمسكيها كده على ايدك، على كف ايدك، بسيفها كده وبصبعك تضغطي كده. هتبقى تضمني بقى لما بتيجي تملحي الفسيخ بتاعك، يبقى اللحم كده بتاعها طري كده وزبده. وان شاء الله هفتحه معاكم وهتشوفوا طبعا الجمال بتاعه اهو. شايفين هنا المقطع ده انا سبته لكم علشان تسمعوا صوت التكتكه بتاع السمك. انا مش هتكلم هنا اهو. بعد ما غسلت السمكه كويس طبعا، لان طبعا انا سبته لمده يومين. لفيته زي ما هو، جبته من عند السماك، لفيته زي ما هو كده بكيسته بميه البحر بتاعه. لفيته زي ما هو، ورحت جايه حطاه في علبه كده، وحطاه في مكان كده في باب المطبخ، وسبته لحد ما نزل دم احمر خالص. لازم ينزل الدم الاحمر ده. وعندي هنا الملح بقى، ما تجيبيش الملح الخشن قوي. الملح عامل زي حبات الرز كده، ما تجيبيش الخشن الكبير. هو ده الحجم اللي انت تجيبيه اهو. شايفين؟ وتمسكي بقى تفتحي خياشيم كده السمكه، وتمليها الملح ده، يعني ايه، لحد ما تستكفى. انا جايبه هنا الملح اهو زي نعومه الرز كده. لا تجيبيه ناعم قوي، ولا حطيت بقى لا شطه ولا كركم، لا، الفسيخ ملح بس يا جماعه. يعني الفسيخ ملح بس اهو. تملي الخياشيم بتاع السمكه كده بالملح اللي هو الخشن، خشونه الرز كده، وجايباه من عند العطار. وتملي الخياشيم كويس قوي لحد ما تستكفى. عايزه اقول لك هنا السمكه معاكي طريه ازاي. اوعي تسيبيه ينشف ولا تسيبيه بره لحد ما يشدد. السمكه معاكي هتبقى عامله زي السردين. امشي على الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، والله مجربه ومضمونه وناجحه. الوصفه دي يعني من بتوع الفسيخ اصلا.
هتحطي بقى الفسيخ كده، هترش على ظهره كده وخلاص. هجيب بقى الكيسه هرش فيها شويه ملح كده بايدي، وبعد كده هوقف الفسيخه برضو على سيفها ويكون بطنها لفوق، واوقف بقى احط الفسيخ خلف خلاف اهو، شايفين بحط خلف خلاف اهو، وموقفه الفسيخه على سيفها وبطنها لفوق، عشان تبقى الفسيخه كده منفوخه معاكي وجميله اول ما تفتحي عليه. وهرش بقى شويه ملح كده من فوق، وهقفل بقى الكيسه كويس قوي. لازم تربطي بقى الكيسه كويس قوي. وبعد كده لبست كده علبه بلاستيك كيسه سمراء، وهقفله بقى وهسيبه لمده 6 ايام بالظبط. يعني انا عاملاه الجمعه العصر، هفتح عليه ان شاء الله يوم الخميس العصر باذن الله. تمام كده. انما لو في الصيف هتاكليه بعد 5 ايام و4 ايام كمان. استنوا بقى ان شاء الله لما افتح عليه.